السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة انا هتكلم عن اختراع جديد من شركة ايسوس، وانا هنا بقول اختراع من شركة ايسوس، كلمة اختراع عشان زي ما متعودين من شركة ايسوس ان هي مش بتعمل غير اختراعات جديدة، ودايما الاختراعات دي بيبقى فيها ابتكارات جديدة، بيبقى فيها حاجات جديدة الصراحة عمرنا ما شفناها من أي شركة تانية. فمثلا شفنا منهم أرفع لابتوب في العالم، شفنا منهم لابتوب بشاشة صغيرة بتبقى فوق الكيبورد، شفنا أول لابتوب قابل للطي في العالم أو فولدبل، لابتوب شاشته بتتني زي الموبايلات الفولد كده. كل الاختراعات دي ممكن تشوفوها في الديسكريبشن، هسيب لكم اللينكات بتاعت الفيديوهات دي في الديسكريبشن، روحوا كده خدوا فكرة عنها في السريع. ولكن هتركز معايا في الفيديو ده عشان معانا هنا اختراع جديد جدا من ايسوس، وهو لابتوب بشاشتين. رحبوا معايا بالايسوس زنبوك ديو 2024. كنا شفنا من فتره الزنبوك ديو في 2019 واللي هو كان لابتوب بشاشتين برضو، بس الشاشه الثانيه او الشاشه اللي تحت كانت صغيره واستخداماتها ما كانتش كتيره قوي الصراحه. المره دي ده لابتوب بشاشتين حقيقيين، والشاشتين هنا قد بعض في الحجم والامكانيات كمان. فتخيل كميه الشغل والمالتي تاسكينج اللي ممكن تطلعهم من جهاز بشاشتين زي ده. الفكره من الجهاز ده ان كتير من الناس بيبقوا عايزين اكتر من شاشه وهم شغالين، لو كانوا شغالين في المونتاج مثلا او شغالين في البرمجه او شغالين اي حاجه محتاجه اكتر من شاشه. فايسس هنا بتوفر لك الموضوع ده بس في هيئه لابتوب صغير ورفيع جدا تقدر تاخده معاك في كل مكان. فدلوقتي لما تيجي تفتح اللابتوب هيبان لك ان هو لابتوب عادي جدا، وبعدين لو شلت الكيبورد دي هيبان لك الشاشه الثانيه اللي مستخبيه تحت الكيبورد. طيب مبدئيا الشاشتين دول بيجوا بحجم 14 بوصه لكل واحده، والاثنين هنا جايين من نوع ايسوس لومينا اوليد وبدقه 3K وبتردد 120 هرتز. الشاشات هنا شاشات خرافيه من حيث الالوان طبعا عشان هي شاشات اوليد، والريزوليوشن بتاعهم جبار الصراحه، ريزوليوشن 3K مش بنشوفه اصلا في اللابتوبات العاديه. الشاشات هنا بيدعموا لغايه 100% دي سي اي بي 3 كلر جامت، وكمان السطوع بتاعهم بيوصل ل 500 نت، وزي ما انتم شايفين البازلز او الحواف بتاعتهم رفيعه جدا تكاد تكون ان هي مش موجوده اصلا. السكرين تو بادي ريشيو بتاع كل شاشه فيهم 91% تقريبا. طيب واحد هيجي يقول لي انا هعمل ايه بالشاشتين او ازاي ان انا اقدر استفاد بيهم؟ يعني انا هجيب لابتوب بشاشتين هعمل بيه ايه يعني؟ مبدئيا كده عندك ستاند في ظهر اللابتوب، ستاند مصنوع من المعدن بيسمح لك انك تحط اللابتوب في اي وضعيه انت عايزها. اولا عندك وضعيه اللابتوب مود انك تستخدم اللابتوب بشكل طبيعي، شاشه فوق والكيبورد تحت. تاني حاجه عندك وضعيه الدول سكرين مود انك تحط الشاشتين فوق بعض وتحتهم الكيبورد الوايرلس اللي جاي معاه، وده وضع اللي انا عامله دلوقتي هو مفيد جدا جدا لو انت بتعمل مونتاج، هتحط التايم لاين بتاعك تحت والسكرين بتاعتك فوق او الفيديو بتاعك فوق، فده وضع مفيد جدا لو انت بتعمل مونتاج زي ما انا قلت. في كمان وضعيه الديسك توب مود زي ما انت شايف كده، هتستخدم الشاشتين جنب بعض بالطول اكنك عامل سيت اب في البيت عندك بشاشتين جنب بعض بالطول، وده مفيد جدا لو انت بتتصفح مواقع كتير او لو بتكتب كود، برضو المبرمجين الوضع ده مفيد جدا. وزي بقى ما خيالك يودي انت هتحط اللابتوب في الوضع اللي انت شايفه صح، يعني شوف انت محتاج الشاشتين دول في ايه واللابتوب هيتأقلم معاك عادي جدا بدون اي مشاكل. في شويه العاب كده او جيسترز ايسوس عاملاها عشان تاخد اقصى استفاده من الشاشتين دول. فمثلا لو دوست بست صوابع على الشاشه اللي تحت هيطلع لك الكيبورد الفيرتشوال على شاشه، ممكن تكتب على شاشه على طول من غير ما تستخدم الكيبورد اللي جاي مع الجهاز. ولو دوست بثلاث صوابع على الكيبورد دي هيفتح لك جنبها تراك باد ممكن تستخدمها عادي جدا كماوس يعني. ولو جيت على اي محتوى شغال على الشاشه اللي فوق او اللي تحت ودوست عليه بخمس صوابع هيتعمل له اكسباند على الشاشتين مع بعض، تقدر ان انت تشوف المحتوى ده على الشاشتين في نفس الوقت. وممكن تجيب اي محتوى شغال على اي شاشه منهم تشغله على الشاشه الثانيه لو سحبته بصباع واحد ورميته على الشاشه الثانيه اللي انت عايزه يشتغل عليها. وطبعا ممكن ترتب اي حاجه شغاله على الشاشتين دول زي ما انت عايز وتاخد اقصى استفاده من الشاشتين بتوع الجهاز زي ما احنا قلنا. اللابتوب ده زي ما انتم شفتوا بيجي بكيبورد وايرلس ظريفه جدا، الترافل ديستنس او مشوار الزرار بتاعتها ممتازه، وكمان فيها اضاءه او باكليت ابيض 3 درجات ممكن تتحكم فيهم. التراك باد كمان بتاعه الكيبورد دي خرافيه جدا، ما تقلش اي حاجه عن التراك بادز اللي جايه بيلت ان في لابتوبات ايسوس بشكل عام. ملمسها ناعم جدا والكليكات بتاعتها واضحه وما تلخبطش خالص. وكمان جاي معاه قلم في العلبه عشان لو عايز تستخدمه في الرسم او التصميم، قلم شيك جدا وقلم دقيق جدا في استخدامه. ومع كل الكلام الكبير ده وشاشتين وحوارات
الاوليد وبتاع، ايسوس ما نسيتش اداء اللابتوب ده. اللابتوب ده جاي ببروسيسور من انتل كور الترا 9 9185 اتش، واللي داعم للذكاء الاصطناعي. كمان جاي كارت شاشه او جي بي يو جديد من انتل واللي هو انتل ارك، مع رامات بسعه 32 جيجا وهارد داخلي من نوع NVMe SSD بسعه 2 تيرا. ايسوس مش بتركز في اللابتوب ده على الاداء القوي جدا او انه يبقى لابتوب جيمنج مثلا او ورك ستيشن، ومع ذلك ان هي مش بتركز على الاداء. اداء اللابتوب ده رهيب جدا الحقيقه، من حيث سرعه الجهاز في التصفح والتنقل ما بين البرامج وسرعه فتح البرامج نفسها. جربت كمان امنتج على اللابتوب ده فيديو بدقه 4K، واللي اشتغل هنا معايا بشكل ممتاز جدا بدون اي فريم دروبنج او تسقيط فريمات. جربت كمان العب لعبه زي GTA 5 على اعدادات عاليه جدا للجرافيكس وشغلها كمان بشكل ممتاز جدا. فاعتقد في حته الاداء الجهاز ده مش هيقابلك معاه اي مشكله خالص في الاداء بتاعه. اذا كنت هتعمل مونتاج لفيديوهات يوتيوب، فاهم، مش افلام يعني، اذا كنت هتلعب العاب برضو خفيفه كده على اعدادات متوسطه للجرافيكس هيلعبها عادي جدا. فالجهاز ده مش هتلاقي اي مشاكل خالص معاه في الاداء، الا لو انت بقى شغلك محتاج 3D موديلنج مثلا، بتعمل 3D موديلنج، تصمم حاجات 3D، تصمم حاجات على المايه او 3D ماكس او الحاجات دي، طبعا الجهاز ده مش هيبقى موجه ليك او مش هيفيدك بشكل عام يعني. تخيل كمان بعد الاداء ده والشاشتين الاوليد وبتاع والكلام الغريب ده، الجهاز ده وزنه 1300 جرام، يعني كيلو و300 جرام. الجهاز بعد كل الامكانيات والشاشتين اللي فيه ده جهاز مش وزن خالص يعني، الجهاز خفيف جدا. والجهاز كمان حجمه صغير زي ما احنا قلنا، شاشات البازلز او الحواف بتاعت الشاشه الصغيره جدا مخليه الجهاز ده رفيع وصغير، ووزنه كمان 1300 جرام، ده وزن غريب يعني. كمان مع السمك الرفيع ده واداء الجهاز ما لاحظتش ان الجهاز بيسخن، يعني انا في استخدامي على الجهاز حتى لو انا بعمل شغل تقيل ما لاحظتش ان الجهاز بيسخن. يمكن صوت المراوح بان او صوت المراوح عالي شويه، ولكن بشكل عام اداؤه ما تاثرش خالص او ما سخنش مني خالص حتى وانا بعمل عليه شغل تقيل يعني. ومع كل ده برضو ايسوس ما نسيوش ان هم يحطوا لك المخارج او كل المخارج اللي انت عايزها. على الشمال عندنا مدخل USB 3.2 جن 1 ومدخلين USB-C بيدعموا ثاندربولت 4 عشان لو حبيت توصل عليهم شاشات خارجيه او كارت شاشه خارجي زي ما انت عايز. وعلى اليمين عندنا مدخل HDMI 2.1 ومدخل 3.5 مللي لو عايز توصل سماعه او مايك خارجي. وطبعا اللابتوب ده فيه شاشتين ومليان بالاشياء اللي بتاكل الطاقه، اللي عايزه بطاريه فاهم جباره جدا. وعشان كده ايسوس حطوا لك بطاريه بقدره 75 واط في الساعه، واللي قعدت معايا هنا 8 ساعات من الاستخدام المتواصل ما بين المتوسط للتقيل. اداء البطاريه الصراحه استغربته جدا، لان انا ما كنتش متوقع الكلام ده. انا كنت متوقع لابتوب بشاشتين والكلام ده هياكل الطاقه. الصراحه اخره ساعتين 3 مثلا استخدام، قعد معايا هنا 8 ساعات بطاريه الصراحه كويسه جدا. والجهاز برده جاي معاه شاحن صغير قوي شبه شاحن الموبايلات او اصغر من شاحن الموبايلات كمان بقدره 65 واط. يعني شحن الجهاز ده لما كان فصل خالص ل 100% في ساعتين الا ربع. وايسوس بتقول ان هو بيشحن من 0 ل 60% في تقريبا 50 دقيقه، وده رقم كويس جدا. الشاحن بيشحن من خلال USB-C عادي جدا، ممكن تستخدم شاحن الموبايل اي باور ديليفري 65 واط هيشحن اللابتوب ده بدون اي مشاكل خالص. عندنا بقى شويه حاجات كده زي البهارات كده، فاهم انت، ملح وفلفل بيتحطوا على الاكله عشان يكملوا التجربه الكامله بتاعه اللابتوب ده. زي مثلا الكاميرا اللي جايه في الجهاز ده واللي ايسوس بتسميها AI سنس كاميرا، وهي عباره عن مجموعه حاجات كده جنب بعض. عندنا 2 مايك وكاميرا بدقه فول HD وكاميرا IR او انفراريد عشان تقرا وشك، وكمان بتساعدك انك تعزل نفسك عن الخلفيه لو كنت بتعمل زوم ميتنج والدنيا وراك مش احسن حاجه. تاني حاجه بتكمل تجربه الجهاز ده وهي السماعات. الجهاز ده فيه سماعات من نوع هارمان كاردون، وكمان بتشتغل بتقنيه الدولبي اتموس. الصراحه دي واحده من افضل السماعات اللي سمعتها على لابتوب لغايه دلوقتي. صوت مجسم جدا ونقي وفيه بيز معقول جدا على لابتوب. وبس كده، دي كل حاجه عن الايسوس زنبوك ديو 2024. قولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، ايه رايكم في الجهاز ده؟ وهل هو اصلا فكره الشاشتين دول مهمين بالنسبه لك ولا هم مش مهمين بالنسبه لك؟ حابب اسمع رايكم تحت في الكومنتات. والاهم ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده لو عجبك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان تتابع كل جديد انا بقدمه. كان معاكم محمد سامي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.